بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى على الحبيب قلبك يطيب. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الايس كريم بطريقة جميلة جدا وموفرة، مش هتكلفنا كتير. لو دورتي شوية ودعبستي كده في البيت هتلاقي كل حاجة عندك. انا ما اشتريتش غير حاجة بسيطة خالص. احنا هنا عملنا طعمين مختلفين، مانجا وفانيليا. معايا 3 حبات مانجا، أنا مش هعمل غير واحدة بس، هي واحدة بس اللي انا هعملها، مش اكتر من كده. انا هقشرها واحطها فين؟ في الكبة افرمها، عشان أنا الخلاط بتاعي بايظ، فقلت هفرمها في الكبة واحدة بس مش اكتر. هتعمل معايا كمية جميلة جدا وان شاء الله هتكفي وتبقى زي الفل. وكمان احنا لو عملنا 3 حبات كنا عملنا كمية اكبر. انا هنا فرمت المانجا وصفيتها وسبتها على جنب، وجبت كيس طعم ايس كريم من دريم. انا هحطه هنا كده، هو طعم فانيليا. هحطه هنا كده وهحط عليه نص كوباية كريمة او كريم شانتيه خام المتحدة، ده نوعيته جميلة جدا. ومعايا هنا كوباية لبن كبيرة، هي ساعة مشبرة انا مطلعاها من الفريزر، وهبتدي اضرب كده بالمضرب لحد ما كلها تاخد وتدي مع بعضها وتبقى قوامها كريمي جميل كده. مش هتاخد معانا وقت خالص، هي مسافة بس ما تنضرب في قلب بعضها كده تبقى جميلة جدا. عايزة اقولك بقى ايه، الطريقة دي جميلة جدا وموفرة. ولو وصلت معايا هنا في لحد هنا في الفيديو يا قمر، اعمل لايك واشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. انا بعمل كده عشان ايه؟ اجيب الكريمة اللي في الارضية الطبق بتاعي وميلته كده على جنب. شايفين القوام جميل جدا؟ هو لسه هيزيد معايا، لسه هضربه هيزيد معايا، بس انا بوريكم المطة بتاعته. شايفة مطة الايس كريم؟ جميل جدا، يعني هو مش محتاج يتجمع. انا شلت نص الكمية عشان انا هعمل نصها فانيليا بيضة ونصها بالمانجا. انا حطيتها كده وهفرمها، اضربها سوري في قلب بعضها كده، هخليها قوامها جميل جدا. وبعدين بقى هفضل اضرب فيها كده لحد ما يبقى ادانا المطة الجميلة اللي انا عايزاها. هي هتزيد معايا وهتبقى كمية جميلة جدا. وبعدين هفضيها، اجيب لها علبة بلاستيك كده وهفضيها فيها بالطريقة الجميلة دي. هي ملت معايا العلبة دي واتنين صغيرين. شايفة المطة بتاعت دي كده؟ ده الفانيليا. احنا هنبيعها، ودي كمان مطتها جميلة جدا. انا بقى هغطيهم كده واحطهم في الفريزر، هبيتهم ليلة. انا كنت بعملهم بالليل والصبح هطلعهم من الفريزر، هتشوفوا شكلها جميل جدا بعد ما تطلع معانا. مش عايزة اقول لكم بقى على الجمال والحلاوة، هتبقى جميلة جدا ما اقولكيش. اهي بعد ما اتفرزت معانا وبقت جميلة جدا. اهي اتجمدت، اهي دي سايحة شوية علشان انا طلعتها من الفريزر، فيها جنب سايح كده، بس طعمه برضو جميل جدا. اهي انا ما عنديش المعلقة بتاعت الايس كريم. ابني يقول لي ماما انت هتعملي بالمعلقة دي؟ قلت له انا هعمل بدي، وكلها جميلة جدا. ويعني ما يكون مش عندي معلقة الايس كريم وعندي دي، اهي جميلة وسلكت اهي. والمهم الطعم في الاخر، وكمان شكلها جميل جدا. جربوها تعجبكم قوي بالطريقة الجميلة دي. هي البيضة عندي الفانيليا عندي متماسكة عند لون المانجا، عشان المانجا انا طلعته بدري وسبته في برا الفريزر. بس عايزة اقولك ان هو كان طعمه حكاية، كان روعة جدا.
انا هنا هعبي 4 بولات كده من بولات الايس كريم. ده كان ولادي شاريينه وانا قلت ايه هعبي لهم فيه. وانا عندي هنا كيس صوص كراميل اهون من بتاع الجيلي، كنت شايله عندي في الفريزر وقلت اعمله عليه كده.